أنا اسمي صفية. عمري دلوقتي 45 سنة وأرملة من زمان جدا. جوزي معاش معايا غير سنتين، يا دوبك حملت في ابني فارس وتوفى، ومن ساعتها وأنا أرملة. ربيت ابني أحسن تربية. بس قبل ما أبدأ في القصة وأحكي لكم كل التفاصيل، عايزاكم بس تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وياريت تسمعوا القصة للنهاية علشان تعرفوا إيه اللي حصل فيها. أنا أرملة بقالي كتير قوي، بقالي أكتر من 17 سنة من ساعة وفاة جوزي، وأنا قررت إني أنا مش هتجوز تاني علشان عايزة أعيش أنا وابني في هدوء، وعايزة ربيه تربية كويسة. وما كانش مشكلتي خالص الماديات، لأني أنا كنت مرتاحة جدا ماديا، ورث فلوس كتير قوي يعني عن أبويا وأمي، وهما الاتنين متوفيين، ومليش أخوات. وطبعا ربيت ابني يعني التربية يعني زي ما بيقولوا كده، ربيته على الغالي. دخلته أحسن مدارس، وكنت بسفره بره البلد خالص، وكنا بنتفسح كل سنة في مكان شكل وفي بلد شكل، وحياتنا كانت فري جدا. كنا بنعمل كل اللي احنا كنا عاوزينها، وكنا بنتبسط. وطبعا أنا كنت في الوقت ده أنا ناسية نفسي تماما، وناسية فكرة إني أنا يعني من حقي إن أنا أتجوز، علشان أنا صغيرة. بقول لكم يعني جوزي اتوفى بعد الجواز بسنتين بالظبط، يا دوبك كان ابني ده يعني عنده شهور قليلة. المهم يعني الأيام كانت بتجري، وأنا كنت عايشة بالفايدة بتاعة الفلوس، والحمد لله كانت الدنيا كويسة جدا. وكمان فتحت مشروع ووقفت فيه أنا وابني يعني لما كبر شوية. ما شاء الله ابني دلوقتي عنده 19 سنة، أو يعني ماشي في ال20 سنة دلوقتي، يعني راجل. المهم من فترة قليلة ابتديت أحس فراغ كده كان صعب جدا عليا، خصوصا لما ابني كان بيسافر مع أصحابه. كان بيسافر كتير، تقريبا يعني كل شهر بيسافر يغير جو، بيسافر مع أصحابه كده. وأنا كنت بفضل قاعدة لوحدي، والفيلا كانت كبيرة جدا وأنا كنت قاعدة لوحدي، فكنت ابتديت أحس بزهق كده وملل، وحسيت بالوحدة. فجت في بالي كده فكرة إني أنا يعني أوافق على أي عريس أو عريس مناسب من اللي لسه بيتقدمولي لحد دلوقتي. وبصراحة كنت قلقانة شوية من ردة فعل ابني، ولكن لما جه يعني وحاولت إن أنا يعني أجمد قلبي كده وأتكلم معاه شوية، وقلت له عاوزة أتكلم معاك شوية يا فارس، يعني في موضوع مهم وكده. أنت دلوقتي كبير وهتفهمني وهتحس بيا وكده. فقال لي أكيد يا ماما، اتفضلي قولي إيه اللي أنت عاوزاه. قلت له دلوقتي أنت مصيرك هتتجوز وهتبعد عني وهتعيش في حتة تانية خالص، أو يعني في بيت تاني خالص. وحتى يعني حتى لو أنت قاعد معايا، بس أنا يعني حاسة فراغ وحاسة بوحدة، وعاوزة يعني ممكن توافق إن أنا أرتبط يعني، أو إن أنا أوافق على أي عريس أو عريس مناسب من اللي هما بيتقدموا لي دلوقتي. بصراحة يعني تعبير وشه كده اتغيرت وزعل جدا، وقال أنا مش موافق، بس أنت لو عايزة كده تعملي كده براحتك. وحسيت إن هو اتضايق كده وزعل وراح داخل أوضته. فلما دخلت وراه لقيته بيعيط. قعدت طبطب عليه كده وقلت له خلاص، أنا عمري ما هعمل أي حاجة إنها تزعلك، ولا هعمل أي حاجة أنت مش راضي عنها. أنا ماليش في الدنيا غيرك، وأنت حياتي كلها. وقعدت أتكلم معاه كده شوية، راح قايل لي علشان خاطري ممكن تشيلي الموضوع ده من دماغك. بصراحة يا جماعة هو يعني علشان أنا الصغيرة في السن وحلوة جدا وكده، هو بصراحة يعني كان بيغير عليا جدا زي أبوه بالظبط، الله يرحمه. فأنا قلت له خلاص يا حبيبي، أنا مش هفكر في الموضوع ده تاني، وهفضل عايشة أنا وإنت، ومش هفكر بجد في موضوع الجواز ده تاني، أنا ماليش في الدنيا دي كلها. وقعدنا نتكلم مع بعض شوية لحد ما نفسيته كده بقت أحسن. وقلت له طب تعالى نخرج بقى نتعشى بره علشان يعني أصالحك وكده. راح قايل لي أنا كده كده خارج دلوقتي مع مهاب صاحبي، هو كمان جايب أمه، يعني علشان إيه، يعني علشان برضو ظروفهم نفس ظروفنا بالظبط، وهي كمان أرملة وما عندهاش غير ابنها ده. فقلت له خلاص نخرج كلنا مع بعض ونسهر مع بعض ونقضي يوم لذيذ كده يعني. المهم لبسنا ورحنا خرجنا يعني فعلا. كنت يعني إن أنا شفت مهاب صاحبه ده 3-4 مرات كده، كان بيجي البيت لابني، وهو بصراحة يعني شاب من سن ابني بالظبط، بس اللي يشوفه يقول أكبر من كده، علشان يعني بيلعب رياضة وجيم وحاجات زي كده، وأنا ابني ملوش في الحاجات دي خالص. المهم اتعرفت على أم وهاب صاحب ابني، وبقينا أصحاب جدا، وبقينا كمان كل يوم تقريبا كنا بنخرج.
يا إما هم بيجوا عندنا أو إحنا بنروح عندهم. وبصراحة العلاقة بينا اتطورت جدا وبقينا أصحاب جدا. طبعا ابني ملوش صحاب غير مهاب ده، وأنا يعتبر برضو ماليش أصحاب خالص غير والدة صاحب ابني اللي هو مهاب. وفضلنا مع بعض كده بنزور بعض كتير جدا، وأي احتفالات أو أي مناسبة يا إما إحنا نروح يا إما هم اللي بيجوا عندنا. وبصراحة يعني ملوا علينا البيت وكانوا ناس يعني كويسين جدا وناس محترمين جدا. ولما قعدت أتكلم مع مامة صاحب ابني وقعدنا نتكلم لقيت إن ظروفها مشابهة لظروفي بالظبط، يعني نفس القصة بالظبط، وإن هي كمان بعد وفاة والد مهاب رفضت إن هي تتجوز وفضلت عايشة علشان تربي ابنها، وكان عندها بنت كمان ولكن قضاء ربنا يعني جه بدري، وفضلت عايشة عشان خاطر الولد وربته يعني بصراحة تربية يعني حلوة جدا، والولد كان في كلية محترمة جدا جدا. المهم يعني لما ابتدينا نطلع كده كتير ونخرج وأخدنا على بعض وبقينا يعني يعتبر أهل كده، ابتديت ألاحظ إن صاحب ابني ده بيبقى لما بيبقى يعني موجود يعني وبيبقى مع بعض كده، بقيت ألاحظ إن هو بيركز مع البطيخة بتاعتي ومع الفاكهة بتاعتي قوي وأنا رايحة وأنا جاية. فواحدة واحدة يعني مع تكراري الموضوع ده فابتديت أحس إن أنا مبسوطة يعني بالحاجات دي، بس طبعا أنا ما كنتش مبينة أي حاجة. والغريب بقى في الموضوع كله إن أنا كمان بقيت ألاحظ إن ابني نفس النظرات دي بس لمامة صاحبه، بيبص على البطيخ وعلى الرمان برضه. فعملت يعني سيناريو كده غريب في دماغي، بس طبعا محدش يعرف عنه أي حاجة، اللي هو يعني إني أنا أبقى مع صاحب ابني وابني يبقى مع والدة صاحبه. فبصراحة يعني هي كانت فكرة مجنونة، بس كانت فكرة مجنونة فعلا. بس طبعا أنا ما رضيتش أتكلم ولا أجيب سيرة لأي حد لحد ما أعرف يعني الدنيا فيها إيه. ومع مرور الأيام لقيت ابني بيقول لي أنتي لسه يعني بتفكري في موضوع الجواز ده يا ماما؟ فقلت له لأ، أنا وعدتك إن أنا مش هفكر في الموضوع ده تاني، بس أنت عايزك تعذرني، يعني أنا واحدة ست ولسه صغيرة، وأنت الطبيعي إن أنت برضو هتتجوز وهتنشغل مع مراتك، وأنا هفضل عايشة هنا لوحدي. طبعا أنا كنت يعني بتكلم معاه ومستنية أشوف إيه هو هيقول لي إيه تاني. وبعدين لقيت نفسي افتكرت كده الموقف اللي حصل لما كنا قاعدين يعني كلنا مع بعض. فبصراحة يعني جمدت قلبي تاني ساعتها وقلت له أنا شفتك وانت بتبص على البطيخ والرمان بتاع والدة صاحبك وكده. راح قال لي بصراحة يعني هم حلوين قوي وأنا يعني بس يعني نفسي أكل فاكهة وكده. فطبعا الموضوع كان صعب جدا إن أم وابن ابنها يتكلموا في حاجة زي كده، ولكن لقينا نفسنا بنضحك إحنا الاتنين والموضوع يعني كان فري جدا، ما كانش فيه أي مشكلة. فمفيش بالظبط عدى يومين 3 كده، أسبوع بالكتير قوي، لقيت ابني بيقول لي أنا عاوز أقولك على حاجة وعارف إنك انت يعني مش هترفضي وكلنا هنتبسط وهنعيش أحلى عيشة وحاجات زي كده. فقلت له أكيد، احكي لي إيه اللي انت عاوزه واتكلم معايا. راح قايل لي إيه رأيك نروح نسهر عندهم، عند يعني مهاب صاحبي وكده وأمه، ويبقى مثلا حفلة كده مع بعض ونتبسط وكل واحد ياكل الفاكهة اللي هو عاوزها. فطبعا أنا كنت فاهمة، ولكن أنا حبيت ساعتها أقول له لا فهمني أكتر علشان يعني أنا مش فاهمة. وراح قايل لي بصراحة أنا عاوز يعني إيه آكل البطيخ والرمان بتاعها وكده، وحاسس كمان إن صاحبي ده بيركز قوي مع البطيخ والرمان بتوعك وهو كمان عاوز ياكل، فإيه رأيك نتجمع كلنا ونعمل حفلة مع بعض ونتبسط ونبقى سعداء كلنا. فبصراحة يعني كنت عايزة أبين له يعني إن أنا إيه متضايقة قوي، وإن أنت يعني إزاي تتكلم في موضوع زي كده والكلام ده كله، ولكن لقيت نفسي بوافق وقلت له تمام أنا موافقة وهنبقى مبسوطين قوي وهم برضو إيه هيبقوا مبسوطين، وإحنا كده يعني بقينا أهل تقريبا. فالموضوع يعني مفيش منه خوف ولا أي قلق. وفعلا هو ابتدى يجهز للموضوع ده والخروجة دي أو يعني لليوم اللي زي كده، وابتدى يعزم صاحبه عندنا كتير. طبعا يعني هم ما كانوش يعني لسه يعرفوا أي حاجة عن الموضوع ده، بس أنا كنت حاسس إن ابني وصاحبه ده كانوا متفقين على كل حاجة وكانوا مفهمين بعض كل حاجة، علشان أنا بقيت ألاحظ إن صاحب ابني ده بيبص أكتر. فما بقيتش عارفة أتصرف إزاي وما بقيتش عارفة يعني الموضوع هيبدأ إزاي. ولكن يعني وهم عندنا في اليوم ده أنا دخلت الأوضة علشان نسيت حاجة نسيتها جوه، كنت داخلة علشان أجيبها، فلقيت ابني جاي ورايا
وصاحبه معاه، وساب صاحبه في الأوضة وخرج. فأنا فهمت إن هي دي البداية، وفهمت وقتها كل حاجة. فطبعا يعني صاحب ابني ده ابتدى يبقى فيه تجاوزات بيني وما بينه، وطبعا بقينا زي لسه يعني مولودين. ولقيته ابتدى يتعامل معايا وياكل في البطيخ وفي الرمان، وأنا طبعا كنت عارفة إن ابني في الأوضة التانية مع والدة صاحبه. وكنا فضلنا كده حوالي ساعة، وبعدين قلت له أنا كده مش هبقى مبسوطة، تعالى نروح معاهم وكده. وفعلا رحنا وبقينا كلنا مع بعض. أنا كنت مبسوطة جدا، وصاحب ابني بياكل في البطيخ والرمان وكان جعان قوي، وابني كان بياكل في البطيخ والرمان بتاع والدة صاحبه وكان برضو مبسوط جدا. لكن طبعا ما رضيناش نعمل أي حاجة تانية يعني، أو نخلي الموضوع إن أنا مع ابني أو هي مع ابنها. اكتفينا بالموضوع ده. وكنا مبسوطين جدا، يعني الحقيقة الموضوع كان جميل جدا. هو فضلنا لحد الصبح، احنا الأربعة كنا بنعمل في الموضوع ده، وعشنا لحظات عمرنا في حياتنا ما عشناها مع بعض. وفضلنا عايشين تقريبا، يعني ما كانوش بيروحوا، وفضلوا عايشين معانا، بيقعدوا تقريبا عندنا بالأسبوع، يعني كعيلة واحدة، وعايشين زي المتجوزين بالظبط. وكانت حياة بصراحة يعني في قمة الرومانسية والجمال، وعوضني عن حاجات كتير قوي أنا كنت اتحرمت منها من سنين. وبصراحة كنت مبسوطة جدا لحد ما حصلت كارثة كبيرة، إني أنا وصاحب ابني نسينا نفسنا في وقت كده، وبقيت حامل، وبقيتش عارفة بجد أتصرف إزاي. وحاولت إن أنا يعني أشوف أي حل للموضوع ده، وبصراحة مش قادرة أفكر ولا قادر أعمل أي حاجة. فياريت تنصحوني في الكومنتات وتقولولي أعمل إيه علشان أطلع من المشكلة اللي أنا ورطت فيها نفسي دي.